السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى لحظة قبل ما تكمل، خليني أسألك سؤال بسيط. هو أنت ليه بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي؟ مش قبله ومش بعده، اللحظة دي بالذات. خليني أقولك الحقيقة، مش كل حاجة بتحصل في حياتك صدفة، وفي لحظات معينة ربنا بيبعت لك تذكير، يمكن يكون هو السبب اللي ينقذك قبل ما تضيع أكتر. يمكن تكون داخل الفيديو ده وانت تعبان، مش جسديا، لكن جواك في حاجة مكسورة، حاجة مش مريحة، ضغط، زعل، بعد، فراغ. بس الحقيقة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها إن الإحساس ده مش علامة ضعف، ده علامة إن قلبك لسه حي. القلب الميت مش بيحس ولا بيشتاق ولا بيزعل إنه بعيد، لكن أنت حاسس، وده في حد ذاته نعمة كبيرة. يمكن تكون بتسأل نفسك أنا ليه حاسس إني بعيد؟ لكن الحقيقة العكس تماما. الإحساس بالبعد هو أول خطوة للقرب، لأن اللي ضاع فعلا مش بيدور، لكن أنت لسه بتدور، وده معناه إنك لسه في الطريق. خليني أقولك حاجة مهمة، ربنا سبحانه وتعالى مش بيرد عبده بالعقاب الأول، لكن باللطف، بالتذكير، بالإحساس اللي جواك ده. يمكن الكلمة اللي بتسمعها دلوقتي هي الرسالة اللي كنت محتاجها من زمان. مش مطلوب منك تبقى إنسان كامل ولا تتغير في يوم وليلة، الدين مش كده. أكبر غلطة بنعملها إننا بنستنى اللحظة المثالية عشان نبدأ، لكن الحقيقة إن البداية الصح هي أبسط خطوة صادقة، ممكن تكون ركعتين في هدوء، ذكر بسيط، دعاء من قلبك، أو حتى قرار إنك ترجع. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتغير كل حاجة. أفتكر دايما إن أقوى علاقة بينك وبين ربنا بتتبني في اللحظات اللي محدش شايفك فيها، وقت ما تكون لوحدك وتقرر تقرب رغم كل اللي جواك. اللحظة دي هي البداية الحقيقية. وخليني أطمنك، مش كل تأخير في حياتك معناه إنك متأخر، ومش كل وجع معناه إنك ضعيف. في حاجات كتير ربنا بيأخرها عشان تيجي في وقتها الصح وبشكل أحسن مما تتخيل. يمكن اللي انت فيه دلوقتي مش نهاية، لكن بداية، بس انت لسه مش شايف الصورة كاملة. فلو حاسس بهدوء بسيط جواك دلوقتي، أو إن في حاجة خفت حتى لو بنسبة بسيطة، اعرف إن ده مش عادي، ده لطف من ربنا. وفي النهاية خلي اللحظة دي ما تعديش وخلاص. ابدأ بحاجة بسيطة وقول من قلبك يا رب أنا راجع. يمكن محدش حاسس بيك ولا فاهم اللي جواك، لكن ربنا شايفك وسمعك وعارف كل حاجة، حتى الكلام اللي ما تقلش. فارجع له وهتلاقي اللي عمرك ما لقيته عند حد.